ازاي تعدي اي فترة صعبة في حياتك؟ في البداية لازم تبقى عارف ان كلنا بنمر بضغوطات وصعوبات، وان الصعوبات دي جزء من الحياة البشرية. بس كل واحد فينا بياخد طريق او مسار مختلف عن التاني، يعني كلنا بنمر بظروف صعبة وايام صعبة، مش انت لوحدك بس اللي حياتك فيها مشاكل. ففي الفيديو ده هقولك على 3 حاجات تعملهم عشان تهدي نفسك وقت ما تحس انك متضايق او في اوقات الظروف الصعبة بتاعتك. فأنا يوسف عبد الرازق، ودي قناة مثلث الثقافة، ويلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. وأول حاجة لازم تعملها وقت ما تضيق عليك الحياة هي إنك ترجع لربنا، وده لأن الواحد فينا بيبقى ليه بطارية، والبطارية دي مع المشاكل بتفضى، فما بيبقاش عندك طاقة لأي حاجة إنك تعملها، ولا حتى إنك تفكر في مشكلتك، ولا إنك تحاول إنك تخرج من المشكلة اللي أنت فيها. فعلشان تشحن البطارية بتاعتك لازم تقوم تتوضى وتصلي ركعتين صلاة حاجة، وده لأن الصلاة هي هتكون المصدر الأول للراحة والدعم ليك في الأوقات الصعبة. فبلاش إنك تكسل تقوم تتكلم مع ربنا، لأن هو الوحيد اللي هيحللك كل مشاكلك. ولازم تبقى عارف ومتأكد إن ربنا معاك وهيساعدك، وإنك تبقى مستشعر من جواك إحساس المعية. ومعنى إحساس المعية هو إنك تبقى متأكد إن ربنا معاك، يعني مش هيسيبك أبدا. وتاني نقطة حابب أتكلم فيها هي إنك ما تحبسش نفسك، لأنك في الوقت ده لازم تخرج تتمشى وتتكلم مع نفسك. ولو معاك مشكلة حاول تفكر فيها بهدوء، وإن شاء الله هتلاقي ليها 100 حل. بس أهم حاجة إنك تبقى هادي علشان تقدر تفكر. وللأمانة أنا كنت بعمل زيك كده بالظبط، وكنت بقفل على نفسي 100 باب، بس كنت ببقى مشتت وما بقدرش أفكر ولا أشوف أنا هخرج من المشكلة دي إزاي. وجيت في الآخر اكتشفت إن كل ده غلط، وإن العزلة هتأخرني مش هتقدمني. فما تحاولش إنك تكون بعيد عن الناس، لأن ده هيضرك. ندخل بقى على النقطة التالتة والأخيرة، وهو إنك تروح لأي حد من أهلك أو من أصحابك تكون بتثق فيه، وتطلب منه دعم في مشكلتك، زي إنه يساعدك إنك تلاقي حل للمشاكل بتاعتك. وعلى فكرة يا صديقي، كلنا بنحتاج لبعض، ومفيش حد يقدر يكمل الحياة بطوله، وده لأن كلنا بنكمل بعض. وربنا قال في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. وبس كده انتهى فيديو النهارده، واتمنى اني اكون قدرت اساعدكم. وفي النهايه قول معايا الدعاء قبل ما تقفل الفيديو: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ولو وصلت لحد هنا فانزل اعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. انا يوسف عبد الرازق، ودي قناه مثلث الثقافه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.